السلام عليكم. النهارده بإذن الله هنعمل الأكلة الرائعة دي. احنا داخلين بقى على البرد ودور البرد بقى والعصر، وزي ما انتوا شايفين من صوتي باين كده اللي انا كنت واخده دور برد حلو. الأكلة دي أول حاجة أمهاتنا بتوصفها لنا لما يكون حاسين اللي احنا عندنا برد. هو ده المضاد الحيوي اللي ماما بتقولك قومي على طول، انت محتاجة تاكلي حاجة حادقة وبصلاية جنبها على طول هتوي. أول ما تاكلي رنج أو سردين او حتى فسيخ هتلاقي نفسك جنب بصل بقى، تلاقي نفسك روقتي على طول. طبعا دي الوصفة اللي امهاتنا على طول بتوصفها لنا وكنا بناكلها والحمد لله كنا بنوق فعلا. النهارده هنعملها فعلا في دور البرد بقى، اكلة حرشة واكلة حلوة كده تخليكي تنسي البرد والدور العطس والحاجات دي. انا ده سردين اسمه سمكة الرنجة، زي ما انتوا شايفين نزل ميته، هو مغسول بس دي مية بدم اللي هو نزل المية بتاعته. بينزل مية الخيشوم، بينزل ميته. ببدأ اللي أنا بغسله على بيات، هو متلج وبغسله حلو جدا، وبعد كده بسيبه طبعا مش مفتوح من بطنه ولا أي حاجة، بسيبه على المصفى دي لتاني يوم بينزل المية بتاعته دي. ببدأ اللي أنا أعمل أجيب علبة وأقوم حاطة فيها كيسة وأحط حبة ملح في الأفضية. الملح ده خشن بنجيبه من عند العطار، زي ما انتوا شايفين كده الملح ده خشن. مس الملح الخشن عن الناعم اللي هو ما بيخليش السمكات تتهري. تاني حاجة كمان ما بيحدقش السمكية قوي. ببدأ أرش طبقة ملح كده على الوش وأبدأ أحط طبقة تانية. يبقى السمكة بغسلها وبسيبها تصفي من بالليل للصبح عشان تنزل أي مية، ممكن تنشفيها بمناديل لو لقيتيها لسه مبلولة، أو اللي انتي تاخديها عادي تلاقيها نشفت تبدأي تملحيها. السمكة دي سمكة الرنجة المدخنة اللي بنجيبها دي بتيجي من عند بتاع السمك اللي بيبيع مثلج، بيكون مثلج. هي السمكة دي بتبقى مثلجة، مش عمرها ما بتيجي طازة، يعني قصدي فكة، يعني هي بتبقى السمكة دي مثلجة. هبدأ اللي أنا زي ما قلت لكم أغسلها وأعملها. طعمها حلو جدا. طبعا الوصفة دي أنا عملتها في كيلو، الأول جربته وبعد كده جبت ال3 كيلو دمت قلت أجربها بقى، مش أجربها بقى هناكلها بقى. يعني أنا عملت كيلو ولما أكلناها اتبهرنا بطعمها ولقيناها طعمها حلو جدا، كمان أحلى من السردين، فطعمها حلو جدا. فقلت لا خلاص بقى أنا هجرب أعمل بقى 3 كيلو بقلب جامد. يعني جربت كيلو وبعد كده طلع حلو، قلت هجرب في 3 كيلو بقى، يعني هنعمل 3 كيلو هنتغدى بيهم. الأكلة دي حلوة جدا جدا في التوقيت بتاع العطس والبرد ده، وده بقى المضاد الحيوي اللي كانت أمهاتنا بتوصفه لنا. هبدأ أرش الملح حلو جدا في الخيشوم، لازم تملي الخيشوم حلو جدا. وبعد كده بتحطي سمكية عكس التانية، سمكية عكس التانية. بتحطي له زيت يا أمان؟ لا ما بحطي زيت، ممكن تحطي حبة زيت بس السمكية دي عامة بتبقى سمينة فما بحطش زيت فيها. ممكن تحطي كركم كمان، كركم وشطة، بس انا ولا حطيت كركم ولا شطة عشان الشطة عشان الولاد، وكركم يعني ما كانش يعني ما جيتش في دماغي بصراحة وانا بعمله. عملته ملح عادي خالص زي ما بنعمله. بناكله بعد قد بناكله بعد فترة، يعني مش ممكن تتخيليها، بعد 6 أيام. يعني أنا مثلا أعمله السبت أفتح عليه الجمعة نتغدى بيه. كمان السمك ده كان عندي في التلاجة، فتحس اللي هو متبهدل مني متطفز من عند الراجل وعندي، فتحس ان الجلدة مهرية، ورغم كده والله طلع جميل جدا. الكيلو بقى اللي انا جربته وهتشوفوه دلوقتي انا عاملاه في برطمان، كان رائع رائع، لان السمكية كانت جايباها يعني طازة من عند الراجل، يعني لسه بقى فكة من التلج والجلد بتاعها متماسك وحلوة، فطلعت مني في التخليل رائعة. كمان يمكن أحلى التخليل معايا في البرطمان، كان أحلى من العلبة. أنا يعني لو بتسألوني رأيك يا أمان أو تنصحينا نخلل في العلبة كده ولا في البرطمان، أقول لك لا، تخليل البرطمان بيبقى أحلى. السمكية بتتخلل حلو وهي متماسكة مش بتتهبى. دي الحاجة التانية بتلاقي البطروخ بتاعها وهتشوفوا الوقت كده يعني البطروخ متماسك وحلو. أنا كده هقفلها كويس في الكيسة دي، وبعد كده هقفلها بالغطا واحطها في كيسة تانية واسيبها في ضلفة من ضلفات الألومنتال بتاع المطبخ، وهقفل الباب عليها ضلفة الألومنتال واسيبها لمدة 6 أيام.
يعني اي ضلفه عندك في المطبخ او اي ركنه وتحطيها وتسيبيها لمده 6 ايام. انا حاطاه طبعا الضلفه بتبقى مظلمه، فقعد معايا 6 ايام. سادس يوم انا كنت اكلته، يعني خد مني 6 ايام في التخليل. طبعا يعني مفيش اسرع من كده. هنا اللي انا عملته في البرطمان، وده بعد ما تخلل كنت عملته، ما شاء الله لا قوة الا بالله، كان رائع رائع رائع، وده عجبني عن العلبة. وقلت بعد كده انا هخلل في البرطمان، وكنت اول مرة بصراحة اخلل في البرطمان. يعني شفتها كتير على الفيس يعني بتجيلي كده يعني في المقاطع الصغيرة. إيه، يعني كنت بستغرب قبل اما العلبة احسن وبتاع، لا لقيتها فعلا في البرطمان حلوة جدا. إيه، تحسي السمكية ما شاء الله متماسكة، ماسكة نفسها ومتخللة حلو جدا. البطوخ زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، الطبي ده البطوخ الطبي متماسك. وهتلاقي البطوخ كمان اللي هو الناشف المرمل هتلاقيه متماسك. لا عجبني جدا التخليل في البرطمان، وان شاء الله بعد كده اخلل في البرطمان. ده كان كيلو اول مرة اجربه وكان رائع جدا. ده بقى قبل ما يجيلنا برد، كان رائع جدا زي ما انتوا شايفين كده. هو الكيلو كان حوالي 5 سمكات او 4 كبار. ده البطوخ الناشف وده الطري. لما عجبني بقى قلت لا خلاص بقى لازم نعمل ايه الكمية اللي هي 3 كيلو دي بقى نتغدى بيه. يعني ده كان مسح زوري، يعني انتوا عارفين الحاجة الحادقة دي لازم تبقى كمية عشان تعرفي تاكلي منها. طري وطعمه رائع جدا. وهنا بقى وانا بخلله شفتوا السمكية، ده فرق بين السمكية بقى اما تجيبيها من عند الراجل وهي فكة يعني متلجة، بس مش كل السمك لازق في بعضه، بيبقى هو فكه كده قدامه. تلاقي السمكية بقى انت قادرة تحددي هي مهرية ولا لأ. تلاقي السمكية متماسكة كده معاكي كأنها طازة، يعني لسه جاية من البحر، متماسكة وجميلة جدا ما شاء الله. هنا بقولك بحط في البرطمان في الأرضية وببدأ أرصه ازاي. أنا عملت معاكم الطريقتين عشان اللي تعجبك برضك، يعني حسب بقى انت تحبي. انا بقولك اللي انا فضلتها البرطمان، انت بقى حابه العلبه دي حاجه ترجع لك. كل واحد زي ما بيقول حسب ما بيرتاح والطريقه اللي بيحبها. بس الطريقه دي كانت رائعه جدا وما شاء الله. إيه برضك كلناه بعد 6 ايام، في الاتنين اكلناه بعد 6 ايام. هبدا ارصه، احط في الخيشوم وابدا ارص كده، واحط عليه حبة ملح كده وانا برص، وابدأ احط في الخيشوم. وفي الاخر هبدأ اخلط البرطمان كله في بعضه زي ما هنشوف كده. لو وصلت لغاية هنا في الفيديو وعجبكم متنسيش تعملي لايك وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد، وكمان تشيري الفيديو عشان لو حد نفسه ياكل حاجة حادقة وعنده دور برد تاخدي الصواب والاجر فيه. واللي اول مرة يشوفني انا ايمان زهران من مطبخ ايمان زهران. اتمنى الاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش. وطبعا اتشرفت في كل اللي دخلوا جداد معايا في القناة، زدتوا القناة شرف وفضل. هنا زي ما انتوا شايفين انا موقفاه كده، وهبدأ انزل بالملح بقى كده عليه حبة محترمين كده، وما تخافيش الملح ده كله هينزل. وهبدأ كده زي ما انت شايفاه كده يعني بقلبه ببعضه كده في البرطمان. ممكن انت بقى تقللي الملح، وانا فعلا في المرحله دي لما دقناه اللي بيحب الملح مظبوط زي كده يقلل الملح عن الكميه دي كمان. يعني ما يخلوش في غرقان ملح كده، يقللها يعني الحبه اللي انا احطهم في الاخر دومت ما كانش لهم لازمه، هي دي الحبه الاخر دوم كان كفايه اللي انا حطيته. لان لما اكلناه كان حلو جدا، بس انا بحب الحاجه يعني مش حادقه سنه، كان حادق سنه. يعني لو حطيتي عليه حبه زيت يعني حطيتيه في طبق وحطيتي عليه حبه زيت، هيشيل الزيت ده، هيشيل الحدقيه خالص. بس انا اللي بيحب